في 2012 كان في حدث تقريبا العالم كله كان بيتفرج عليه، قفزة فيليكس من الفضاء. ريد بول وقتها كانت هي الراعي الرسمي للحدث ده، وصرفت حوالي 50 مليون دولار، رقم محترم. بس عمرك سألت نفسك هو ليه ريد بول كل الدعاية بتاعتها زي النوع ده من الأحداث وبتمولها وبتشرف عليها؟ ليه المجهود ده؟ ليه ما يعملوش اعلانات عادية زي الشركات التانية؟ والسؤال الأهم، ازاي مشروب بيسبب أمراض قلب وضغط وأحيانا جلطات ولسه محافظ على نفسه كواحد من المشروبات الأكثر مبيعا؟ تعال أحكي لك الحكاية من الأول خالص. سنة 1982 كان في راجل أعمال نمساوي رايح تايلاند، وأول ما نزل من الطيارة حس بتعب وصداع، الاضطرابات اللي بتحصل بسبب الطيران. فالراجل فكر يجيب حاجة يشربها، وأول ما راح مكان لفت نظره منتج باين عليه شعبي كده ومكتوب عليه كراتنج دينج. قال مش مشكلة، دينج دينج اهو نجرب وخلاص. عمنا الحاج ده أخد بق في التاني، خلص الكان، وبعدها حس إن حالته اتحسنت بشكل كبير والصداع اللي عنده مشي. الراجل خلص مشواره وهو راجع راح اشترى شوية من كراتنج دينج ده وأخدهم معاه النمسا. المشروب عجبه والموضوع كبر في دماغه وقال لك بس يا باشا ده المشروع بتاعي الجديد. الراجل كلم حد من اصحابه علشان يدخل معاه شريك، ولكن كلهم رفضوا. واسمع السبب هم رفضوا ليه. قالوا يا عم مشروب طاقة ايه بس، ما ينفعش، ده ملوش سوق عندنا في اوروبا. اما هو بقى فشاف فكرة ان المنتج ملوش سوق في اوروبا دي فكرة ممكن تنجحه، وقال لك على الاقل ما هيكونش ليا منافسين، ما هو منتج جديد. الراجل كان واثق في المنتج جدا لدرجة خليته استثمر فيه نص مليون دولار، واقنع الشركة الاصل المصنعة انهم يدخلوا معاه تعاون برضه بنص مليون دولار، وبدأ التصنيع. في بداية الرحلة ألمانيا حظرت مشروب ريد بول، ولكن دي حاجة أعطتهم شهرة وخلت الناس عايزين يجربوه أكتر علشان يعرفوا ليه اتحظر. أول سنة ريد بول باعت مليون علبة، ولكن في خلال 10 سنين بقوا بيبيعوا في اليوم الواحد بس مليون علبة. وقتها ريد بول شافوا نفسهم شركة كبيرة، وآن الأوان يا باشا ندخل السوق الأمريكي وسط العمالقة بيبسي وكوكولا. ماتي شيتس لما دخل السوق الأمريكي ليه إن أي مشروب غازي جديد بيظهر بياخد وقته وبعدين يختفي، إنه ما بيقدرش يستحمل المنافسة مع الوحوش دول، وده لأن أي منافس بيطلع لهم بيطبقوا معاه استراتيجية غير عادلة كده اسمها الجيوب العميقة. وهي ببساطة ان انا لو شركة كبيرة ومعايا فلوس كتير بفضل فترة ابيع المنتج بتاعي ما اكسبش فيه، واحيانا كمان ابيعه بخسارة لحد ما المنافس التوت الصغنن ده ما يستحملش الكوست الكبيرة دي ويقفل. لكن الراجل بتاع ريد بول فهم اللعبة دي، وعشان ما يتلعبش بيه قال لك احسن حل ان انا اضحك عليهم وافهمهم ان انا شركة هبلة يا باشا صغيرة كده على قدي، وبصرف فلوسي على انشطة وشوية حفلات مع طلاب. وهنا بقى عبقرية الراجل ده. ماتي شيتس لما دخل السوق الامريكي ما عملش مصنع تعبئه يكون بتاعه هو، بقى يروح لمصانع تصنع له وتعبي له كمان، يعني تقدر تقول كده اجر منهم خطوط انتاج. وده خلى وحوش المشروبات الغازيه ما يهتموش بيه اصلا، هم شافوه واحد ما عندهوش فلوس اساسا يعمل مصنع، ولكن هو على الناحيه الثانيه وفر فلوسه كلها اللي كان هيعمل بيها المصنع لحاجه مهمه جدا ومبتكره وقتها، التسويق المباشر بينك وبين العميل. ريد بول وقتها اهتمت بالنوادي الليليه وبقت تعمل حفلات على حسابها بالكامل، وبقوا يوزعوا في حفلاتهم ريد بول ببلاش اكتر من الحاجه الساقعه اللي كان بيوزعها الحاج ارمط. اللي بيضحك هناك ده تتسحب منه الحاجه الساقعه ويتكتب قصادها سوء استماع وسخريه. ولانهم مشروب طاقه فهموا ان رعايه الاحداث الرياضيه هي اللي هتوصلهم لنوع الزباين اللي هم عاوزينه، فبقوا يستغلوا السباقات والعروض والتزلج والقفز بالباراشوت، وبعدها امتلاك الانديه الرياضيه. ريد بول بتمتلك 4 انديه رياضيه، منهم واحد بيشارك في الشامبيونز ليج. سبب نجاح شركة ريد بول هو انهم اتعاملوا مع العميل بحاجة اعمق من التسويق، اعمق من مجرد اعلان. ريد بول ما بيسوقوش بالطريقة العادية اللي احنا متعودين نشوفها، ان الشركة تجيب حد مشهور ويربط قصة نجاحه بالمنتج ده، وطبعا كلنا بنكون عارفين انه كلام ما حصلش وهو قال الكلمتين دول عشان قابض. ريد بول بقى فكرت بدل ما تجيب حد يحكي القصص زي ما الشركات بتعمل، ليه ما توظفش هي القصة ويكون ليها المحتوى بتاعها؟ طبعا لو سألتك وقلت لك خمن معايا ليه هم فكروا في الطريقة دي، ممكن اول حاجة تيجي في بالك ان الاحداث اللي بيعملوها دي هيكسبوا من وراها، لان في ناس بتاخد حقوق تصوير وشركات بتدخل تعلن وكله هيدفع يا باشا. بس في الحقيقه الكلام ده مش صح. مع ان مشروع قفزه فيليكس صرفوا عليه 50 مليون دولار والعوائد بتاعته وصلت لحوالي 6 مليار دولار، ولكن في الاجمالي ارباح الاحداث دي على الاربع انديه بتوعهم حيالله بس 3% من ارباح الشركه، والمشروب وحده بيدخل 97% من الارباح. ايه ده؟ يعني كل التعب ده على 3% بس؟ طب ما يريحوا دماغهم ويوفروا التعب ده كله. لا، وهقول لك ليه. لان في قاعده في البيزنس معناها لو انت بتكسب من ورا الحاجه فلوس بس، فانت كده لازم تراجع نفسك، لانك كده بتخسر مش بتكسب. ريد بول فاهمين الحته دي قوي. كل الهيلمان اللي بيعملوه ده اعطيهم حاجه اهم من الفلوس، القيمه الصحيه. من كتر الاحداث اللي بيعملوها بقى خلاص مربوط في اذهاننا ان ريد بول مشروب رياضي، واكيد وانت بتشربه اكيد جه في بالك بطل خارق من اللي انت بتشوفهم. كل ده خلى ريد بول ماسكه نفسها قصاد التوعيه اللي بتحصل ضدهم، زي انه مشروب بيسبب السكر والسمنه وبلاوي تانية
كتير. واخيرا مهما كانوا عباقرة في التسويق، فانا شايف ان سر نجاح الشركة من البداية حاجة واحدة، وهي بالمناسبة الفرق بين رائد الاعمال والشخص العادي، وهي ان لازم يبقى عندك القدرة على انك تقدر تشوف حلمك واقع مهما كانت المعوقات اللي قدامك. لما ماتي شيتس عرض فكرة مشروب الطاقة ده على رجال اعمال تانيين، رفضوا يشاركوه علشان المعوقات. منتج جديد وملوش سوق. هو بقى شاف كونه منتج جديد وملوش سوق دي فرصة انه ينجح. لو عندك رؤية او حلم بجد لازم تصدق نفسك، اوعى تخلي حد يحبطك، وافتكر دايما مفيش حد يقدر يشوف اللي انت شايفه. انا احمد البطل، هنا الغرفة. رواد الأعمال بيشوفوا اللي غيرهم مو شايفين حلم قدامهم وشايفينه واقع هيحصل. رائد الأعمال بيبدأ والنهاية في البال، هذه واحدة من أهم أسرار النجاح.